كان راجع لدارو في الطريق ما عليه ما بيه سايق طونوبيلتو بحال اللي مولف ديما حتى كتبان ليه قدامه واحد الخنجة زرقاء معقودة ومرمية جنب الطريق. هو يقول مع راسو الله رزقي جابو الله حتى لعندي. هو يفراني ورجع مارش اريير ومشى عند الخنجة هزها ودارها في المالا وقلّع. ضرب تقريبا واحد 500 مترو هو يدق عليه تأنيب الضمير، قال اش كدير اسما محمد؟ انت غير جيتي وهزيتي هاد الخنشة ما عارف شنو فيها، واش فيها شي بونشيف، واش شي جريمة، واش عامرها حشيش، واش باغي تغرق راسك؟ راه بعدا قلّبها وشوف شنو فيها باش تمشي مطمئن. داك الشي اللي دار عاود فرانا عاوتاني جنب الطريق، نزل من طونوبيلتو هز ديك الخنشة حلها، خصو يدو تيقلب فيها كيبان ليه فيها غير الطحين، خنشة عامرة بالطحين. هو يقول مع راسو وشكون هاد المسكين اللي رمى هاد الخنشة عامرة بالطحين، ولا شي واحد واقيلا طاحت ليه، ولا ربما كاع كيسحب واحد الطحين غامل وهما رماوه. المهم طاحوا عليه بزاف ديال التساؤلات، ما حد تيقلب حتى كيلقى شي حاجة قاصحة داخل في الخنشة. هو يجبد لقى ميكا كحلة، حل ديك الميكا لقى فيها واحد سروال جين وواحد الجاكيطة. قلب داك سروال الجين والجاكيطة لقى فيهم واحد لاكارت ناسيونال، واحد الباسبور وشي وريقات. هنا تصدم ورجع للور، قال هذا باين شي منشيف وانا ما قادش على هذا الشيء، وانا غير الفضول ديالي اللي خلاني نجي نقلب هذه الخنشه هذه. اش غندير؟ ما عندي ما ندير بها. سدها وحطها في الطريق وقال نمشي في حالي، عين ما شافش قلب ما وجع. فعلا داك الشيء اللي دار ركب طوموبيلتو يلاه بغى يزيد، يلاه بغى يزيد عاوتاني. هو يدق عليه تانيب الضمير عاوتاني، قال ليه هدا حشومه اش هادشي كدير؟ وربما تكون هاد الخنشه هادي فيها الحل ديال شي جريمه ولا شي حاجه تعاون بها مسكين هاد مولاد الوريقات هادو. انت هزها وديها الجدرميه هما راه غادي يعرفوا احسن منك، وانت راه ما داير والو، انت راه غير لاقيها. المهم فعلا داك الشيء اللي دار تيق الصوت الضمير ديالو، هزها ورجع للمالا ديال الطوموبيل وكمل الطريق ديالو حتى وصل لاقرب قياده ديال الدرك الملكي ودخل عندهم. مشى عند داك الموظف الدركي اللي في الاستقبال، قال لي السلام عليكم الشاف. قال لي وعليكم السلام. قال لي بغيت نشوف الرئيس ديالكم. قال لي لا شيك لاباس. قال لي لا والو، عندي واحد الامر مهم وبغيت ضروري نشوفه. قال لي هو تسنى تيسالي مع شي ناس راه عنده الداخل في البيرو وندخلك لعندو ديك الساعه عاود لي شنو بغيتي. فعلا داك الشيء اللي كان جلس الراجل كيتسنى حتى كمل الرئيس ديال الدائره ديال الدرك الملكي الشغل ديالو مع الناس، ودخل عنده داك الدركي اللي في الاستقبال. قال لي راه واحد السيد بغا يشوفك. قال لي دخلوا ليا. دخلوا ليه، هو عطيه التحيه، قال لي السلام عليكم اسيدي. قال لي وعليكم السلام. قال لي انا راه بياع وشراي في السوق الفلان الفلاني، ها سميتي وها كنيتي. قال لي انا كنت راجع في الطريق ديالي للدار بحال اللي مولف كنمشي كل نهار، حتى بانت لي واحد الخنشه في الطريق والفضول اللي فيا سيدي حليتها ولقيت فيها واحد شويه ديال الطحين، ولقيت وسط منها ميكا اخرى فيها سروال الجين والجاكيطه، وسط منهم كاينه واحد الباسبور ولا كارت ناسيونال. قال لي فين هي الخنشه هذه؟ قال لي راه هي عندي برا في الطوموبيل. قال لي وسير جيبها لي نشوفها. فعلا خرج داك السيد لطوموبيلتو، هز الخنشه ودخلها للدار كيف البيرو ديالو. الجدرمي جبد ديك الخنشه حلها لقى فيها كما قال السيد الطحين بصح، ولقى فيها ديك الميكا اللي فيها سروال الجين والجاكيطه، وجبد من هذوك الوريقات اللي هما الباسبور ولا كارت ناسيونال. ديك السميه اللي فيها طابا في ديك الاورديناتور اللي عندهم ديال قاعده البيانات، لقى بان داك السيد ما عليه حتى مذكرات بحث، يعني ما تيقلبوش عليه. ولكن جاو وريقاتو يديروا تمايا في الطريق ديال الشفشاون، وراق في منطقه خاليه يعني غادي غير واحد الدوار. المهم هز دوك الوريقات كاملين ودارهم في واحد الارساليه الدركي وصيفطهم لذاك المركز اللي كيديروا فيه رفع البصمات باش يعرفوا شكون هذا السيد اللي رمى هاد الوريقات هنايا. هو يقول داك السيد الاخر قال ليه من بعد ما سناه على المحضر، قال لي وسير دابا في حالك ولا بغيناك راه غادي نعيطوا لك. قال لي مرحبا الشاف، ما تبغيوني عيطوا لي. دازت تقريبا واحد 15 يوم وهي تجيهم النتيجه ديال المختبر اللي داروا التحليل ديال البصمات اللي لقاو في ذوك الوريقات. هادو وريقات لقاو فيهم واحد البصمه ديال واحد السيد تيقولوا لي انوار كيسكن في النواحي ديال مراكش. من بعد ما عرفوا العنوان ديالو مشاو عيطوا ليه وجابوه الدركيين عندهم للبيرو وقالوا ليه السلام عليكم. قالوا عليكم السلام. قال لي كتعرف على فلان الفلاني، يعني السيد اللي لقاو السميه ديالو في لاكارت ناسيونال والباسبور. قال لي هذاك نسيبي مالو مسكين راه سيمانه هو غاب عنا. قال لي حنا اللي كنسولو راه البصمات ديالك لقيناهم في الوريقات ديالو ومخشيين في ميكا ومخشيين في خنشه ديال الطحين ومرميين في طريق شيشاوه. واش داك جابك من مراكش لشيشاوه باش ترمي هاد الوريقات ديالو؟ هنا قال لي السيد انا راه ما رميت والو. قال لي راه ما يمكنش، ضروري انت عندك علاقه بهذا الموضوع، راه لقينا البصمات ديالك وما يمكنش نذكر دابا غير اجي للخطر وقلنا شنو كاين. هنا السيد تزير حيت لقاوه ديجا سوابق وعنده شحال ديال المشاكل فايتين مع البوليس ومع الشرطه مع الجدرميه. قالوا لي اسمع الشريف دابا غير اجينا الصراحه وقول لنا القضيه كي دايره، راه ما بقى عندك ما تخبي، راه البصمات ياكدوا بان انت هو اللي قصي الوراق اخر واحد، يعني غير اجينا الصراحه وقول لنا باش تخفف على راسك. المهم السيد هنا تزير وبقى لقى ما يقول، ما لقى حتى شي كذبه اللي يقولها للجدرميه ويقول لهم فعلا هذاك راه نسيبي راجل اختي كما قلت لكم، وراه مزوج هو واختي لمده تقريبا ديال 16 عام، هما راه عايشين في فرنسا وراه بغاو دابا هذا العام يدخل هو للمغرب ويجلس في خطره. هي كتقول ليه لا، هو تيقول لها هي كتقول ليه خليتها تيكملوا الدراري قرايتهم وديك الساعه نجيو يكونوا بعد الدراري شدوا واحد الشهوه يدعوا ليا. هو تيقول لها لا، غادي يجيو للمغرب يكملوا قرايتهم
باش يترباو في بلادهم. الدراري راه ولاو تيخرجوا للطريق، المهم بقى هو تيقول هضرة وهي كتقول هضرة حتى اتفقوا انهم غادي يطلقوا. هنا اختي مسكينه تقلقات وتأزمات، وانا كنشوف ديك اختي كي كانت ضحوكيه ونشوطيه، وكنشوف حياتها كي غادا تتغير بسبب هذا التهور ديال راجلها اللي بغى يرجع لها ولادها بز منها للبلاد. وانا متفق انا وياه على واحد الخطه، قلنا لها غادي ترجعي انت لفرنسا، وقبل ما ترجعي انت النهار اللي غتكونوا غاديين غنشد انا الوريقات ديالو غادي نخبيهم عليه، ما غاديش تلقاهم. المهم ما غاديش يمشي وانت غادا تمشي، هو غيتم جالس هنايا. المهم داكشي اللي دار، شد الوراق ديالو وخباه. وملي قرب الساعه اللي غادي تمشي فيها اختو، يعني الساعه اللي غيمشيو كاملين لفرنسا، الاخر ما لقاش الباسبور ديالو ولا كارت. بقى تيغوت غيقول لها غير نتوما درتو ليا ما درتو ليا. الدري ما رضاش قدام اختو، الاخر تيغوت على اختو، هو يشد واحد الزروطه وضربو الراس، داخ فقد الوعي ديالو، هو يكتفو، هو يدوه في واحد الطوموبيل ديالو دا لواحد الدار خدام فيها كيصايب لهم حتى النجار. المهم سد عليه في ديك الدار اللي خاويه، وجا ومشى معاه وصل ختو للمطار، مشات هي لفرنسا بحالها، وشد هو دوك وريقات الباسبور ديالو وداك لاكارت ناسيونال، خشاهم في ديك الميكا اللي كنلقاهم فيها، وخشاهم واحد الخرصه ديال الطحين كانت عندهم في الدار، وداها في الطوموبيل ورماها هذيك الاخر لقى فيها السيد. هنا الجدرميه مشاو معاه بعد ما خداو امر ديال وكيل الملك. المهم مشاو مع السيد للدار اللي رابط فيها السيبو وحلوها، ولقاو فعلا مربوط بواحد الطريقه اللي وحشيه، ما عنده لا ماء لا ماكله لا والو. عتقوه وعيطوا ليه لابيلانس باش تقدم ليه الاسعافات الاوليه، حيت السيد كان في واحد الحاله كما قلت لكم يرثى لها. الاخر شدوه وقدموه للمحكمه بالتهم الموجهه اليه بعد ما ثبتات عليه، اللي هي الاختطاف والاحتجاز واتلاف الوثائق، يعني الورقه ديال الباسبور ولا كارت ناسيونال. هنا حكمت عليه المحكمه بعد ما اقتنعت بالتهم اللي موجهه ليه ب3 سنين ديال الحبس. هو بحال صرف اختيه بالنسبه لديك 3 سنين، قال انا باغي ندير غير خير في اختي، انا صدقت ندبر على 3 سنين. المهم اقتنع بانه تا هو راه فوتيف، يعني دار الغلط. السيد الاخر خرج من السبيطار، خدا الورقات ديالو ومشى رجع لفرنسا باش يتصالح مع مرته، لان حتى هو اعترف بانه قال لك حسيت بانني غلطت ضبط، بانني ظلمتها وما كنتش تسرعت على الدرجه، كنا نتناقشوا انا وياها وديا حتى نلقاو شي حل. المهم هو اعترف بالغلط ديالو، الاخر حتى هو اعترف بالغلط ديالو ومشى للحبس. هنا القصه ديالنا ديال اليوم الخوت غتكون ثلاث قصه بسيطه وصغيره، ولكن راه واقعيه. الاحداث ديالها وقعت في النواحي ديال شيشاوه. نتمنى الخوت الا عجبتكم هذه القصه هذه ما تبخلوش علينا بواحد لايك، واحد الاشتراك اللي باقي ما مشتركش، باش يوصلكم كل جديد درناه. وحنا راه باقيين في البدايات ديالنا، وكنتمنى منكم كما ديما تنقول لكم انكم تدعمونا وديروا لنا واحد ابوني، ونتمنى نشوفكم بخير وعلى خير في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.